بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل الزملكاويه في كل مكان، كل عام وانتم بخير. طبعا يا جماعه احنا دخلنا في شهر 7 اهوت، وكل فرق الدوري العام بدأت الاستعداد للموسم الجديد الا النادي الزمالك. وكالعاده احنا قلنا النادي اللي فيه 100,000 ريس عمره ما هيجي لقدام، واحنا عندنا لحد دلوقتي عندنا 100 ريس في نادي الزمالك. حسن لبيب وممدوح عباس والشله بقى اللي جت جديده وجون ادوار والشله دي كلها، ومحدش عارف حاجه، كله كلام في كلام وكله كذب في كذب. النهارده ثلاثه، فين يا جماعه الصفقات؟ خد بقى ادخل بقى على صفحات الزمالك والناس الزملكاويه يقول لك الزمالك اتعاقد مش عارف مع مين، والزمالك اتعاقد ايه مع بتروجيت ومع ناس من فاركو وثلاثه اجانب واربعه مش عارف، كل كلام في كلام. الناس بدأت الاستعداد للدوري واحنا لسه بنتكلم على الصفقات. يا جماعة والله العظيم اللي بيحصل ده حرام. ده احنا اصول دلوقتي يكون عندنا 7 صفقات، 3 في خط الوسط و3 في الخط الامامي وراس حربة. 7 صفقات يتفوقوا على ال7 صفقات اللي في نفس اماكن النادي الاهلي وبيراميدز. يعني 7 لعيبه يتفوقوا على ال7 لعيبه اللي موجودين في الاهلي وبيراميدز اللي هم الخط الامامي، عشان تفكر ان انت تنافس. انما بالوضع الاسود دوت الزمالك كما هو، وكله كلام في كلام. واشكركم.